الناس حست ان انت مش سوبرمان او ان انت مش واحد جاي من الفضاء محقق نجاحات وخلاص، لا انت مريت بصعوبات زيك زيهم. لسه راجع من فترة قريبة من بالي، كان عندي ماستر مايند هناك. ماستر مايند دي لو ما تعرفش هي ايه، فهي بتبقى عباره عن زي ما بيعمل الاسم ماستر مايند، العقل الموحد، العقل الجامد جدا، لان انت بتكون هناك مع ناس قريبه منك في نفس التفكير، ناس مثلا عندها بيزنس، هي كمان كل واحد عنده بيزنس مختلف، كل واحد بقى عنده فكره مختلفه وبيشارك الفكره دي هناك، فبالتالي بتطلعوا مع بعض بماستر مايند. ففي الفيديو ده انا هشارك معاك 7 دروس انا اتعلمتها من الماستر مايند اللي كلفتني $10,000 دي، بالاضافه للجيت لاج والنوم اللي رايح في داهيه اليومين دول. انا حرفيا جايب كل النوتس اللي انا خدتها من هناك بالاضافه للنوتس اللي انا عملتها في الايباد عندي عشان ما انساش اي حاجه خالص، فيا ريت انت كمان تجيب ورقه وقلم وتكتب ورايا. الفيديو ده ممكن يكون على جزئين عشان لو طول، مهم جدا انك تكون دايس على الجرس عشان الفيديو التاني يوصلك اول ما ينزل. يلا بينا. الدرس الاول بالنسبه لي كان هو ان انت لازم تبقى باصص على البيزنس بتاعك كده وتقيم البيزنس بتاعك، ما تخليش البيزنس بتاعك ماشي بظروفه. وعشان نعمل الموضوع ده لازم نبص للعناصر الاساسيه والدعائم الاساسيه للبيزنس بتاعك. اي بيزنس لازم يكون فيه عملاء محتملين انت بتجمع بياناتهم. ازاي بتبني صله ما بينك وما بين العملاء دول، زي ما انا ببني صله ما بيني وما بينك دلوقتي وبشارك معاك حاجات. الخطوه اللي بعد كده ازاي تحول الناس دي لسيلز، انك تتفرج على فيديوهاتي وخلاص، دي مش حاجه هتساعدني ماديا ولا حاجه هتنقل حياتك برضو للافضل الا لو انت كوميتد قوي وبتاخد اكشن على طول. لكن ايه الحاجه اللي انا ممكن اقدمها لك مضغوطه، سواء كتدريب سواء ككورس سواء كاستشاره، بحيث اختصر لك وقت طويل قوي في فتره صغيره واساعدك توصل لاهدافك بشكل اسرع في وقت اقل. ودي الخطوه الثالثه. الخطوه الرابعه هي الدليفري، ازاي هسلمك الحاجه اللي انت دفعت لي فلوس عشان تستلمها. طبعا كل ما كان الموضوع ده اوتوميتد وفي سيستم عندك بيخلي الموضوع ده يتم بشكل اوتوماتيك، كل ما كان افضل. الناس منكم اللي اشتروا احد كورساتي قبل كده هتلاقي ان انت بمجرد ما انت بتدفع الكورس في ايميل بيوصلك ببياناتك، بتاخد اكسس على الكورس، حياتك بتتغير في الوقت اللي انا ممكن اكون نايم فيه. كام واحد نفسه يعمل حاجه زي كده، ان انت تكون نايم وبتغير حياه الناس؟ فدي الخطوه الرابعه اللي هي الدليفري ميثود. الخطوه الخامسه اللي هي الريتنشن او الريسيل، اللي انت الشخص اللي اشترى منك مره ازاي تحاول ان انت تبيع له اكتر من مره عشان تزود الافريج اوردر فاليو او تزود قيمه العميل ده بالنسبه لك في فتره وجوده معاك. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اول خطوه خالص اللي هي البيزنس فلاي ويل او الدعائم الخمسه الاساسيه للبيزنس بتاعك. الخطوه الثانيه اللي هنتكلم عنها اللي هي الافنجرز تيم بتاعك، او ان انت تبني فريق خاص بيك. انا واحد من الناس قعدت فتره طويله جدا ستك في البيزنس بتاعي، لان انا كنت فاكر ان انا اكتر واحد بعرف اعمل اي حاجه، وده راجع لحاجه انا بعرف اعملها جدا، هي ان انا بعرف احل مشاكل كويس قوي. لو في مشكله وقفت قدامي هروح ادور على حل المشكله دي، مش هخلي حاجه توقفني. جوجل موجود، الاي اي موجود. كم واحد يا جماعه متفق معايا ان اي سؤال تقريبا تكنيكال انت عايز توصل له هتلاقيه موجود على جوجل واليوتيوب؟ لكن ناس كتير بتبقى مستنيه انها تلاقي الاجابات بتاعتها على طبق من فضه، ودي احد الحاجات اللي كانت معطلاني فتره طويله جدا عن ان انا اعمل هايرنج لحد. لكن الخطوه الاولى عشان تبتدي تشيل نفسك من البيزنس وتخلي البيزنس بتاعك بيدور حتى وانت مش موجود، هي ان انت تشوف ايه اكتر حاجه انت بتستمتع بان انت تعملها، وعين فريق يعمل اي حاجه تانية. بالنسبه لي الحاجات اللي انا بحب اعملها هم اسمهم 3 سيز. 3 سيز لان هم كلهم بيبداوا بحرف السي. اول حاجه الكوتشنج او التدريب، انا بحب جدا ان انا ادرب الناس. تاني حاجه هي الكرييتنج اوفرز، بحب اعمل اوفرات. تالت حاجه الكلوزنج، البيع، ان انا اقنع الناس بالاوفرات بتاعي فييجوا يشتروا الاوفرات فاعمل لهم كوتشنج. دول الثلاث حاجات اللي انا بستمتع بيهم في البيزنس بتاعي. اي حاجه تانية هات الناس تعملها لك، سواء بقى ديزاين، فيرتشوال اسيستنس، كاستمر سبورت، فيديو اديتنج، اي حاجه. ودلوقتي بقى وجود الاي اي او الذكاء الاصطناعي بيسهل عليك جدا الموضوع ده، وبيسهل عليهم هم كمان جدا الموضوع ده. السؤال اللي انت لازم تساله لاي حد انت هتعينه، يا ترى الاي اي ظروفك ايه معاه؟ لو قال لك لا، انا الاي اي مش هيحل محلي وانا بشتغل بدون الاي اي. كنسله على طول وما تفكرش فيه كتير، لان الشغل قبل كده اللي كان بياخد من اي حد ديزاينر مثلا 3 ساعات ممكن ياخد منهم دلوقتي 40 دقيقه باستعمال اي اي. فتخيل تاثير ده عليك ايه كبزنس اونر. لو بتحاسب انت اي حد هتعينه بالساعه، فانت حرفيا قللت تكاليفك للتلت، بالاضافه انها هتزود انتاجيه الشخص اللي انت هتعينه. هتلاقي في فيديوهات عندي على القناه هنا عن ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهتلاقي في لينك برضه انا
سايبه لك تحت عن ورشه يومين كنت عاملها عن ازاي تقدر تستغل الذكاء الاصطناعي عشان تنقل اعلاناتك نقله تانيه. بتكلم فيها بقى عن دراسه السوق، بتكلم فيها عن الديزاين باستخدام الذكاء الاصطناعي، بتكلم فيها عن ادوات كتير جدا اكتر حتى كمان من شات جي بي تي. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت. يبقى كده الخطوه الثانيه اللي احنا اتكلمنا فيها هي بناء الفريق بتاعك. الحاجه الثالثه اللي اتكلمنا فيها هي الميننج. يا ترى انت ليه بتعمل الحاجه اللي انت بتعملها، او ايه الهدف من البيزنس بتاعك؟ وهنا بتكلم عن الهدف بتاعك على المدى الابعد، مش بتكلم على ان انت عايز تجيب فلوس. فكر كده دايما في ايه هو اليوم المثالي بالنسبه لك، يبقى عامل ازاي. لو قلنا شيل كل التوتر وشيل كل حاجه من حياتك، لو افترضنا ان ده اكتر يوم مثالي بالنسبه لك، هيبقى عامل ازاي؟ احد القصص الجميله جدا، كان في راجل عنده مركب وكان بيروح يصطاد. كل يوم بيجيب المركب بتاعته يروح يصطاد، يجيب شويه السمك اللي هيتغدى بيه او هيتعشى بيه هو واسرته، ياخد السمك ده ويروح يشويه. كان شاطر جدا في شغله، كان بيجيب احلى سمك، وكان هو واسرته مبسوطين جدا. مين اللي لاحظ الكلام ده؟ لاحظ الكلام ده احد الناس اللي عندهم فينشر كابيتالز، او الناس اللي هي بتحب تستثمر في اي فرصه صاعده بيشوفوها. فقام صاحبنا ده رايح للصياد، قال له انت ليه مش بتتوسع في البيزنس بتاعك؟ الصياد قال له بتوسع ازاي؟ قال له بدل ما انت عندك مركب واحده هات مركبين، فبدل ما انت بتجيب شويه سمك هتجيب ضعف كميه السمك، هتاكل السمك اللي انت كنت بتاكله والباقي هتبيعه. قال له طب وبعدين هعمل ايه بعد كده؟ قال له هتاخد الربح وتستثمره في ان انت تجيب مركب زياده كمان، وتجيب فريق يشتغل معاك على المركب ده، فبدل ما انت كنت بتطلع كميه سمك معينه هتطلع 3 اضعاف الكميه دي، وبالتالي 3 اضعاف الارباح. الصياد قال له جميل، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ قال له الخطوه اللي بعد كده ان انت لما بتبتدي ارباحك توصل لحجم معين هيبقى عندك اسطول كامل بيطلع يصطاد، وبالتالي هتستحوذ على السوق كله، وهتبقى انت الخيار المنطقي الوحيد لاي حد بيدور على ان هو يشتري سمك، وهتكبر الامبراطوريه بتاعتك وتبقى براند. الصياد قال له ممتاز، ايه اللي بعد كده؟ الراجل قال له دلوقتي جات الفرصه ان انت تطلع بشكل انترناشونال، ليه تبيع بس للناس اللي في المنطقه بتاعتك لما ممكن تبيع للناس وورلد وايد على مستوى العالم؟ الصياد قال له هايل، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الراجل قال له يجي دلوقتي الوقت اللي انت تقدر ترتاح فيه وتقضي وقت حلو مع عيلتك. الصياد قال له ممتاز، بس انا بعمل كده بالفعل دلوقتي. يا ترى ايه الهدف اللي انت بتعمله من ورا البيزنس بتاعك؟ هل انت تاخد بالك من اسرتك، تغير في حياه اكبر عدد ممكن من الناس، تسيب اثر ورساله معينه قبل ما تموت؟ ايه الهدف من ورا البيزنس بتاعك؟ كده يبقى احنا خلصنا النقطه الثالثه اللي هي المينينج. ندخل في النقطه الرابعه اللي معانا اللي هي المسج بتاعتنا. يا ترى ايه هي الرساله اللي انت عايز توضحها للناس وعايز تشارك العالم بيها؟ ليه انت بتعمل اللي انت بتعمله؟ المينينج اللي احنا لسه متكلمين فيه. هل يا ترى تقدر ان انت تربط قصه ملهمه بالحاجه اللي انت بتعملها، بطبيعه البيزنس بتاعك، بليه انت عملت البراند، وتشارك القصه دي في كل حته؟ لان في ناس كتير تلاقي مثلا تعمل بيزنس شوزات او بيزنس شنط اطفال او ايا كان البيزنس، ويقول لي طب اسلام انا مش عارف ابيعه. يا ترى ايه الميزه التنافسيه؟ هل يا ترى المفروض اعمل حفاظات بتطير عشان يبقى عندي ميزه تنافسيه؟ لا، بس القصه بتاعتك ليه انت عملت البراند ممكن هي اللي تجيب لك العميل بتاعك اللي يحس ان انت فاهمه دونا عن كل الخيارات اللي موجوده في السوق. اكتب لي لو انت سمعت القصه بتاعتي اللي انا حكيتها اكتر من مره، اللي هو ان انا كنت مهندس، كنت تعبان، كنت بدور على حلول كتير عشان اكسب بيها فلوس واجيب بيها دخل اضافي، اتكعبلت في حاجات كتير جدا لحد ما لقيت الفريلانس، حاولت كتير وفشلت كتير، ما عرفتش ابقى فريلانسر لحد ما بقى ظهري للحيط وعملت حادثه، وهنا بالنسبه لي كان الشغل قال لي انت خلاص هتمشي. في فيديو كامل انا كنت عامله عن القصه دي، وكميه الكومنتات اللي شفتها تحت انا ما كنتش متخيل. ليه؟ الناس حست ان انت مش سوبرمان، او ان انت مش واحد جاي من الفضاء ومحقق نجاحات وخلاص، لا انت مريت بصعوبات زيك زيهم، فعملت ريليشن شيب ما بينك وما بينهم، فبقى في ثقه، والثقه هي العنصر الاول والاهم في عمليه البيع. الرساله بتاعتك دي بقى هتاخدها حضرتك، هتحطها في الفانل او الويب سايت بتاعك، هتحطها على السوشيال ميديا، هتحطها على فيديو يوتيوب لو انت بتبيع من خلال فيديوهات، لو انت بتبيع من خلال ايميلات، لو انت بتعمل برزنتيشن هتحطها في اي مكان. واضح ان الفيديو هيطول قوي، فانا هقفله على كده وهنزل تكمله ليه في فيديو تاني، فتاكد انك دايس على الجرس عشان الفيديو التاني يوصلك اول ما ينزل. اكتب لي ايه الحاجه اللي انت استفدتها من الفيديو ده لغايه دلوقتي، متحمس اعرف ارائكم، واشوفك في الفيديو اللي جاي.